عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سجلت الحلقة دي كذا مرة معاه، واللي ما شافش الحلقة دي يخش على الفيديو ممكن يعرف عنها حاجات كتير جدا. الفيديو ده بعنوان الموريكارد بتاع الإنسان عموما، اللي هو الذكاء. تبقى كاملة برضه عشان الحلقة تبقى كاملة عشان الناس تفهم. الموريكارد بتاع النيورايت بتاع الإنسان. معلش عشان الإضاءة. الرحيم. لو قعدت لحظة مع نفسك ومعاك ورقة وقلم وحاولت تفتكر أسماء البلاد وأسماء الأصدقاء وأرقام وتليفونات وعناوين وأسماء الأدوية لو كنت طبيب ومقادير الجرعة اللي بتتكتب في الروشتات ولو كنت بتشتغل في البورصة وأسعار الفتح والإقفال والأسهم والمستندات وأسعار العملة والجريدة والدولار. هتفاجأ بنفسك بتملى صفحات وصفحات لأرقام وعناوين وتفاصيل كله بيجي على سن القلم فورا بمجرد استدعائه. ومع كل مذكرة تفسيرية مع كل ورقة وقلم ومناسبات وحكايات بتفتكر الغنوة ومعها ريحة أصداف الشاطئ وطعم الحمام المشوي مطعم عكونيش اسكندرية وحوار هادي وصوت مرصوص والنظر فرصة تحت رجليك وفي قاعد صور طاولة جنبك شريط موجود مجسم بالألوان يمر على ذاكرتك الماضي مكتوب لحظة بلحظة مسجل محفوظ. فين الصور دي؟ وفين سن والكلمة بتيجي على سن القلم ومجرد دعم من الذاكرة؟ فين الصور وفين الشريط؟ في رأي بيقول إن الذاكرة أشبه بالنقش والحق على الكلام وإنها تغيرات كيميائية كهربية خلوية حاجة زي اللي بيحصل بالشيء الإلكتروني بالظبط. وإن المخ مركز تجميع فكل حتى فيها أرشيف ولسيت وفي المخ متسجلة. فلازم العصب دي زي ما قلنا عبارة عن خطوط طالعة فيها كل الاستشعارات والبلاغات العصبية اللي جاية من الأساسات المختلفة. في خطوط نازلة من المخ وفيها أوامر وتنبيهات وتعليمات وتنبيهات العضلات والدورة الدموية. وفي الواقع المخ اللي فيه بالإضافة اللي فيه خيوط ربط ومراكز تحليل وتجميع المواد وبتخزن وبتأثر فيها كل المواد الخبرات اللي اتعلمناها. ثم كمان حتى لو كل خلية يعني مثلا خلية الغدة فيها مركز المعلومات خاص بكيفيات إفرازات الهرمون اللي هيطلع الغدة. في خلية كبدية يبقى في معلومات كيفية إفراز سائل الصفراء. في حيوان المنوي في كراسة فيها أوصاف مفصلة أو خصائص مفصلة للجنين اللي هيتولد. في الواقع دي صورة منزلية من الفكر إنها نوع من النقش والحق على مادة مكونات تغيرات كيميائية كهربية زي التغيرات اللي بتحصل وبالتالي موت الخلايا معناها الفقد النهائي لمحضر الحال وضياع التربية. لكن في ناس
ليه رأي تاني. بيركسون يقول لك الكلام ده صحيح، في نسخة مادية ومحضر شيء فعلي مادي، في كل حاجة تحصل بتأرشف جوه الدماغ والعقل، لكن وعاء الذاكرة الحقيقي اللي فيه أصل النيات والدوافع والحوافز ده بنلاقيه في النفس، لأن هي اللي ارتكبت في الكون، وعاء الذاكرة حقيقي في النفس وليس الجسد. وعلى وجه التخصيص يعني وليس المخ على وجه التخصيص، المخ مجرد كابلات عصبية ووصلات كهربائية وتوصيلات، سنترال بيدي التوصيلات هي التصريف، إنما اللي قاعد على السنترال ويشغله هو الوعي الذاكرة الحقيقي، وده هي النفس هي اللي قاعدة على السنترال، هي اللي ارتكبت الجريمة. المخ سجل ورقة عمل بس، سجل محض على ورقة علشان التعامل في الدنيا اليوم، لكن النسخة دي بتضيع فعلا بالموت، لكن في نسخة أصلية في وعي النفس، ودي مش هتجرب الموت لأن النفس ما بتموتش، اللي بيموت هو الجسد. الأولى صحيح أن الحيوان المنوي فيه وراثة فيها جميع الصفات الوراثية، لكن أيضا النفس بتاع المولود فيها أصل بتاع كل الصفات الموجودة دي، فيها خير المولود وشره، وبيبرهن على كلامه بيقول لو كان الأنبياء صحيح كلام أي سلف في المسك قبل سلف قبل المناظر عفوا، لأن مثلا حصل طرف في مركز الكلام في المخ، اليوم اللي بيحصل دي مش تتأثر زي كل القرار أبدا، اللي بيتأثر عاهة في النطق، إنما نطق القرآن زي ما هي تحصلها حاجة، يبقى زي المريض عايز يقوم وعايز يتكلم وعنده فكرة يقول إيه، لكن مش عارف يترجم هذه الذاكرة اللي عنده إلى أفعال عضلية تؤدي إلى كلام مفهوم، يعني يقول لك بحيث إن أنت مش فاهم، إنما الذاكرة بتاعته ده هي. يبقى إذا ثلاث المخ ما اداش مناظر للذاكرة، يبقى إذا الذاكرة ثلاث مناظر ما اداش مناظر ما اداش ثلاث مناظر للذاكرة، لكن بيدى ثلاث مناظر في تنفيذ الكلمات. ذاكرة الكلمات تفرق كتير، تنفيذ الكلمات ذاكرة الكلمات حاجة، ثم نقل هذه الكلمات والتعبير عنها في وسط مادي حاجة تانية خالص، وهي اللي بقى بتفسر وبيحصل عاهة في المخ، لكن ذاكرة الكلمات موجودة سليمة زي ما هي. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان المخ والنفس حاجة تانية، لأن دي معناها ان المخ مجرد عدة بينفذ كل النشوف والنيات اللي جوه والفعل، إنما النفس عايز كذا وهو بيترجم إنها حركات عضلية للحنجرة، فينطق كلام كأن المخ ده مجرد عدة كنترول بيقوم على التنفيذ في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه. دي تمام زي حكاية الرجل الصوت، التعالي ممكن يخرب وممكن تلاقي نفسه موجودة اللي فيها المضمونيات والتقريبات والمؤامرات اللي كانت بتدي أوامر للمخ، فكانت قاعدة أصلا تقدر تمشي المكان. ليه اللي موجودة ما بتدش الماكرو التنفيذ دي اللي احنا عايشين فيه، إنما النفس بأكمل وأسرارها موجودة زي حكاية الرجل الصوت. أنا مثلا تسمع صوت عبد الحليم، ممكن الإرادة يخرب أو يبوظ، لكن صوت عبد الحليم موجود وبتسمع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، أو تجيب راديو تاني تسمع نفس الكلام تاني. يبقى إذا
احنا عندنا نسختين دلوقتي، نسخة بتوضع على الحديد في اللو سبيكر بتاع الراديو، ونوع المشاهد المادية عبارة عن تسجيلات صوتية، ونسخة تانية في الهواء اللي هي موجات صوتية. ممكن الراديو يعطل، ممكن أجيب راديو كلامي وأسمع كده. يبقى إذا احنا عندنا نسختين، نسخة مادية وممكن هتخرب ما يعيش معدلين، وممكن نسخة بالهواء عبارة عن تسجيلات لطيفة ممكن تسمعها مرة واثنين وثلاثة باستمرار. اسمع في أي حتة وأي مكان إذا كان عندك الأداء اللي سمعت الحاجات. ده نوع من التشبيه للنفس والجسد، وده طبعا معركة كبيرة بين الماديين اللي بيفهموا الذاكرة على إنها نسخة عمل في المخ، وإنها شريك محطوط جوه، ونناقش على مدى الخلايا. الواحد يموت كل القصة كلها بتبقى مع نفسيين دول. لأ، المخ والجسم عبارة عن عدة دي بتنفذ ما هو موجود في المخ أصلا، وده مش هيروح للموت، هي نفس الشيء. وفي الواقع الجماعة النفسيين دول شواهد واستدلالات أكتر من الجماعة النفسيين. إحنا نشوف ونشوف قصة بتاعت الذاكرة، إن شاء الله بإذن الله على القصة دي ثروة الذاكرة. طبعا الحلقة دي على وقته مع دكتور إسماعيل قالت نفهم معاني الذاكرة والمخ وحبيب وعطى الحلقة دي كرام من تحت شكر في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.